جات لي هديه من بازوكا. بس مين اللي بعت لي الهديه دي؟ مش بازوكا، لا، اللي بعت لي اليوتيوب. اليوتيوب بيبعت هدايا لصناع المحتوى او منشئين المحتوى على اليوتيوب. فاول هديه من اليوتيوب كانت وجبه من بازوكا. عايزه اقول لليوتيوب شكرا قوي قوي قوي، لان اليوتيوب بيدعم صناع المحتوى على اليوتيوب، ومستنيه منكم هدايا اكتر. تعالوا بقى دلوقتي ندخل الفيديو ونشوف تفاصيل الهديه دي، وكمان تفاصيل وصفه النهارده. لايك وشير وكومنت علشان نبدا الوصفه. يا مساء الفل، تعالوا اوريكم جات لي هديه تحفه. والوجبه واو، 2 ساندوتش وبطاطس. تعالوا نشوف سندوتشات دي عباره عن ايه. سندوتش سمول، يعني حجمه صغير قوي، عباره عن برجر. تصدقوا انا النهارده عامله الغدا برجر، وهصور لكم الوصفه بتاعتي، وهنشوف البرجر بتاع ده ولا البرجر بتاعي انا. المهم نفتحه كده. واو، لا ده كبير، ساندوتش كبير وبرده برجر. المهم انا مش هدوقه دلوقتي غير لما اوريك وصفه البرجر بتاعتي، وبعد كده هندوقه ونقيم السندوتشات. لايك وشير وكومنت علشان نبدا وصفتي النهارده، وما تنسوش انا ريهام صبحي. اول حاجه محتاجاها اللحمه المفرومه عندي، وفيها نسبه دهون قليله مش كتيره. هضيف معلقه صغيره فلفل اسود ومعلقتين كبار صوص باربيكيو، ويستحسن يكون مدخن، ورشه جوز الطيب. وبعد كده عندي كيس من خلطه البرجر بتاعه شيفي، بس الكيس ده بيتبل كيلو من اللحم، وانا مستخدمه نص كيلو بس لحمه، فحطيت نص الكيس. وعايزه افاجئكم بحاجه، ان هي دي تتبيله البرجر، او هو دي طريقه البرجر. البرجر ما بتحطلوش توابل، انا بس بزود له شويه فلفل اسود وشويه كده صوص باربيكيو، يديله كده تيست مدخن تحفه وبس. ونعجن كويس ونشكل البرجر بتاعنا، سواء في المكبس او في اي غطا، او تشكلوه على ايديكم. المهم شكلوه، وبعد كده لازم يدخل الفريزر يتماسك شويه قبل ما نقليه. تمام كده. البرجر انت المتحكمة في حجمه والسمك بتاعه، وكل ما كان البرجر سميك شوية بيبقى القلب بتاعه جوسي، وبيكون حلو في الاكل، بتحسوه طري من جوه. تمام كده. وهي دي وصفة البرجر بتاعتي. ما تنسوش تعملوا لي لايك اسفل الفيديو، وكومنت اعرف رأيكم، وطبعا سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، وفولو على البيج على الفيسبوك. المهم هنشكل كل البرجر كده، ولازم نحط كيس من تحت ومن فوق عشان البرجر ما يلزقش مني. النص كيلو لحمة عمل قد ايه؟ عمل 8 قطع برجر، حجم كبير وسميك مش رفيع. ممكن لو احنا صغرنا الحجم ممكن يعمل اكتر من كده، بس عشان العيش اللي انا مستخدماه النهاردة عيش كبير. المهم بقى شلته في الفريزر وطلعته. بعد كده انا بقى مش بحب اقليه ولا احمره في طاسة، انا بحب ارصه كده في الصينية مع رشة زيت بسيطة، وادخله الفرن. هدخله الفرن مشغلها شواية ومشغلة فرن على اعلى درجة حرارة. تمام. سيبوه تحت الشواية، وبعد كده هياخد لون تحمير، تقلبوه على الناحية التانية. بعد ما يتحمر كله، انا بقى مش بحب استخدم الجبنة بتاعت البرجر، بحب قوي احط جبنة موتزاريلا كده عليه، وادخلها على الفرن وهو سخن. مجرد ما بتسيح بطلعها وبس، بتبقى احلى واطعم بكتير. تمام. وبس كده عملنا البرجر. عملنا طبعا صوص المايونيز، والمايونيز ده انا عملته معاكم في فيديو قبل كده، وسلطه الكولسلو الخطيره اللي عملتها في الفيديو اللي فات. وعندي العيش اديته تحميره كده في الطاسه. وطبعا البصل المكرمل ده عيش، البصل المكرمل سريعا كده بقطع كميه بصل كبيره، 4 بصلات، واحط عليهم معلقه زبده ومعلقه زيت، واشوحه على نار هاديه ومع رشه سكر. وفي الاخر بحط شويه ملح وشويه فلفل اسود، واسيب البصل يتكرمل على نار هاديه. بس هو بيطلع كده تحفه. انا كل حاجه في الفيديو ده انا اللي عاملاها، البرجر، المايونيز، سلطه الكولسلو، كل حاجه ما عدا العيش، وايه تاني، وحاجات بسيطه كده. بصوا بقى البرجر خطير خطير، لان انا لما بسويه في الفرن، انا مجرد ما ياخد لون انا بطلعه على طول، ما بسيبوش اكتر من كده عشان ما يفقدش كل العصاره. مستخدمين لحمه بلدي، احنا اللي متحكمين في نسبه الدهون بتاعتها، فطعمه روعه. طيب السندوتشات الجاهزه، البرجر الجاهز مشكلته ان هو ما فيهوش طعم اللحم، هو كله صوصات وتتبيلات
وخيار مخلل وطماطم وكده. لكن البيتي طبعا غير، لحمه بلدي طعمها جوسي، طعمها تحفه يجنن.